السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بصراحة. سوف نتناول في هذه الحلقة موضوع الانتخابات المبكرة، ما بين مؤيد لها وما بين رافض لها، ولكل جهة منهما المبررات والدوافع والأسباب والانعكاسات والتأثيرات لهذه الانتخابات المبكرة وتداعياتها على مجمل الأوضاع السياسية. سوف أستضيف في الاستوديو السيد إبراهيم البزون الناشط السياسي. حياك الله سيد إبراهيم وأهلا وسهلا بك. وأيضا ينضم إلي من بغداد السيد رياض الوحيلي المحلل السياسي. حياك الله سيد رياض وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. أهلا وسهلا وتحية طيبة لكم. خليني أبدي وياك سيد رياض، جنابك مع الانتخابات المبكرة، وهناك آراء كثيرة حول ما الداعي للانتخابات المبكرة، خاصة وأنت تعرف الانتخابات المبكرة يجب أن تتوفر لها أمور لوجستية كثيرة، من مفوضية انتخابات، من تعديل قانون الانتخابات. أغلبية الكتل قد تكون حتى كتل الإطار التنسيقي ما عدا السيد المالكي مع الانتخابات المبكرة، ولكن الكثير من الكتل السياسية تقول أن لا داعي للانتخابات المبكرة، كون أن المدة الزمنية للانتخابات التشريعية القادمة قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكرام. بالتأكيد يعني نستطيع أن نقول ربما هنالك لكل مبرراته، سواء ما طرح من قبل السيد نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهنالك من يعني لا يؤيد فكرة حدوث انتخابات مبكرة. بقية الأطراف الأخرى في الإطار التنسيقي، يعني هنالك أطراف مهمة في الإطار التنسيقي لا تؤيد يعني حدوث أو يعني أن تكون هنالك انتخابات مبكرة. لا شك هنالك ربما أسباب دفعت السيد نور المالكي إلى اقتراح أن تكون هنالك انتخابات مبكرة. قد تكون يعني هي من ضمن المنهاج الحكومي الذي يعني كان من أحد شروطه أو أحد يعني نقاطه الرئيسية أن تكون هنالك انتخابات مبكرة، بما في انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات البرلمانية، باعتبار يعني ربما قد تكون هنالك مسوغات لإجراء هذه الانتخابات، من ضمنها أنه الانتخابات التي جرت في 2021 ربما كان عليها لغط كبير، وكانت هنالك اعتراضات من كتل رئيسية على نتائج هذه الانتخابات. يعني من جهة يعني قد تكون هنالك غبن واضح لكتل رئيسية، بما فيها حتى بعض الكتل الكردية مثل الاتحاد الوطني، كان هناك غبن في يعني عدد مقاعده في هذه الانتخابات، وبالتالي يراد أن تصحح عملية هذه العملية بإجراء انتخابات رصينة مثل ما حدث بانتخابات مجالس المحافظات. يعني وأيضا ما ذكره السيد نور المالكي أيضا أن لا تجير مؤسسات الدولة وإمكانيات الدولة لجهات قد تكون سياسية، وبالتالي قد تكون نوع عدم يعني نستطيع أن نقول لا توجد عدالة بين الكتل السياسية في الحظوظ الانتخابية. هذا نعم. أحد مبررات إجراء نعم، سوف أعود لك للمبررات الأخرى سيد رياض، لكن خلينا أنتقل إلى سيد إبراهيم البزوني. كما قال السيد رياض الوحيلي، هي لتصحيح المسار، إضافة إلى أن الانتخابات المبكرة ألزم بها نفسه السيد السوداني، وهي ضمن المنهاج الوزاري للسيد السوداني. لماذا الاعتراض على الانتخابات المبكرة سيد إبراهيم؟ أولا أهلا وسهلا بك أستاذ رياض، تشرفت في هذا اللقاء والحوار، وأهلا بضيفك الكريم الأستاذ رياض الوحيلي. بالنسبة للانتخابات المبكرة، طبعا احنا كناشطين سياسيين كشباب ضد هذه الانتخابات. هم في كل انتخابات يدعون إلى انتخابات مبكرة. زين، ماذا فعلنا بعد كل انتخابات مبكرة؟ عندنا هواية مبررات تخلينا أن احنا نكون ضد هذه الانتخابات. أولا الضرر في المال العام، يعني هذه الانتخابات تريد تهيئة، تريد مفوضية انتخابات، تريد مال، تريد صرف، تريد هاي كل هالمبالغ راح تصرف في انتخابات مبكرة، واحنا قبل سنة أو سنة ونص سوينا انتخابات، صح ولا لا؟ فإذا هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا مصالح الشعب سوف تعطل ولا لا؟ تعطل، لأن أنت كل انتخابات عندك اللي يصير توافق سياسي لتشكيل حكومة، وهذا أيضا دا يأخذ له الدليل الحكومات اللي
صارت في انتخابات مبكره، طولت هوايه، يلا تشكلت الحكومه. هذه راح تضر في مصالح الشعب. عندك النقطه الثالثه، تعطيل المشاريع، مشاريع الدوله كلها راح تتلكى. ليش؟ راح وين يخلوها يذبوها؟ للحكومه الجديده. الحكومه الجديده على ما تقعد، على ما تشكل، على ما يصير توافق سياسي، كل هذه وين راح تضر؟ ايضا راح تضر مصلحه البلد. نجي على النقطه الرابعه، طبعا احنا قلناها، التوافقات السياسيه اللي تاخذ وقت طويل يلا يتوافقون عليها. تغيير مدراء عامين ومسؤولين داخل مؤسسات الدوله. بعد كل انتخابات الحزب الفائز شو يريد؟ يريد انه هو اللي يحصل المكاسب داخل دوائر الدوله. فهنا راح شو يسوي؟ يبدلون المسؤولين، يبدلون مدراء عامين، وهذا كل مدير عام يجي يراد له وقت تا يتاقلم تا يشتغل، ايضا راح يلكع عمل هذه الدائره، وبالتالي وين راح يضر؟ راح يضر في مصلحه الشعب. زين، نجي للنقطه الاخرى، التناحرات السياسيه بعد كل الانتخابات التي كل من يريدها لمصلحته الشخصيه. هذا ايضا دليل اخر احنا ضد الانتخابات المبكره، والدليل على ذلك تشكيل حكومه كركوك الحاليه محليه. لحد هسه احنا بدون حكومه، صح؟ فاذا هذا كله تلكي، شو تلكي؟ تلكي عمل الحكومه المحليه، تضر في مصالح الشعب، في مصالح البلد. نعم سيد رياض، بالمجمل هي ما الفائدة من الانتخابات المبكرة ونحن نشهد تعطيل لمؤسسات الدولة والمشاريع كما ذكر السيد إبراهيم؟ لو تعطينا الأجنحة والكتل داخل الإطار التنسيقي، الأغلبية هي مع استمرار هذه الحكومة وعمر هذه الحكومة ما عدا السيد المالكي. هل نستشعر بأن هناك انقلاب من السيد المالكي على حكومة السوداني، خاصة وأن حكومة السوداني بدأت تحظى بمقبولية لدى الشارع العراقي؟ لا، ليس هنالك انقلاب أو على العملية السياسية أو أي من ما ذكرته أنت. نعم، لا، ليس هذا الأمر بقدر ما هو يعني مثل ما ذكرنا التزام في المنهاج الحكومة الذي وضعته حكومة السيد السوداني بإجراء انتخابات. نعم، يعني كان هنالك انتخابات محلية فعلا وأوفت بهذه الحكومة، وكانت ناجحة في إجراء هذه الانتخابات في نزاهتها وفي توقيتها، وبالتالي كان هنالك رضا من أغلبية القوى السياسية، وحتى هنالك رضا شعبي، بحيث نستطيع أن نقول تشكلت يعني محافظين، وبالتالي باشرت بأعمالها بشكل كامل. يعني ربما هنالك توقف أو لحد الآن لم يتم اختيار محافظ كركوك فقط وإديالة، أما بقية المحافظات نعم تم اختيارها وبالتالي باشرت بأعمالها. هنالك أطراف رئيسية في الإطار التنسيقي لا تحبذ إجراء انتخابات مبكرة، باعتبار كان هنالك رضا على أداء حكومة السيد السوداني بموضوع المشاريع وإنجازاته، وهنالك كان استقرار سياسي نوعا ما. هذا الاستقرار انعكس واقعا على هذه الإنجازات، وبالتالي يعني الرأي العام لأغلبية القوى الإطار هو مع استمرار حكومة السيد السوداني بمهامها إلى أن تكمل دورتها، وبالتالي يمكن إجراء انتخابات في نهاية 2025، يعني 4 سنوات. يعني إذا ذكر ضيفك موضوع أو نقطة أنه سنة ونصف، هي ليست سنة ونصف. يعني الانتخابات أجريت في 2021 والآن نحن في 24، فأعتقد حتى لو كانت هنالك موافقة إجراء انتخابات سوف تكون هذه الانتخابات في أعتقد في الشهر الثالث مثلا 2025، باعتبار أنه المفوضية لها وقت حتى تكمل لوجستياتها وتكمل موضوع الدعاية الانتخابية والصوت الانتخابي، وهذه كله ياخذ وقت، بالاضافه الى تدريب عاملين على يعني كيفيه اجراء الانتخابات. هذا كله وقت، وهذا الوقت يحتاج ربما الاقل شيء 8 اشهر الى 7 اشهر. وهذا اذا افترضنا جدلا موافقه جميع الكتل السياسيه على اجراء انتخابات سوف تجرى في 2025، يعني الشهر الثالث على اقل يعني تصور. يعني اما اذا لم توافق فاعتقد هي سوف تجرى يعني في نهايه 2025، ربما في شهر 11 او شهر 12، وبالتالي ليس هنالك فارق كبير بين اجراء الانتخابات المبكره وبين تاخير هذه الانتخابات الى نهايه 2025 حتى تكمل دورتها وبالتالي انجاز مشاريعها. اما بخصوص فقط اشير الى نقطه ذكرها، الحاله الديمقراطيه هي تحتم، يعني ذكرها ضيفك، نقول انه الحاله الديمقراطيه هي تحتم اجراء انتخابات كل 4 سنوات.
فحتى لو كانت هنالك تعطل نوعا ما، فهذا ضمن العمل الديمقراطي، وبالتالي اختيار رئيس وزراء جديد وايضا ممثلين للشعب جدد حتى تستمر ديمومه العمل الديمقراطي، وبالتالي لا يكون هنالك احتكار للسلطه من جهه سياسيه او من افراد او من اشخاص، وبالتالي اعتقد هذا هو العمل الديمقراطي الصحيح. نعم، هذا هو العمل الديمقراطي الصحيح سيد إبراهيم البزوني. كما أشار السيد رياض، تعطيل بعض مؤسسات الدولة لحين تشكيل الحكومة وانتخاب مدراء العامين وغيرها، هذا من ضمن الإجراءات الحكومية. أيضا فيما يخص الانتخابات المبكرة، السيد السوداني ألزم نفسه بالانتخابات المبكرة وهي ضمن المنهاج الوزاري. لماذا هذا الرفض من قبل النشطاء السياسيين أو حتى من قبل منظمات المجتمع المدني؟ العمل الديمقراطي اللي يتكلم عليه السيد بالنسبة للانتخابات في الدستور العراقي كل 4 سنوات. نعم. احنا ليش ما ننطي فرصة للحكومة تشتغل خلال هاي ال4 سنوات؟ ليش احنا كل سنة ونص من اكو كتلة معينة او حزب معين ما يحصل استحقاقه، هو في نظره طبعا انه ما يحصل استحقاقه السياسي او المكاسب الخاصة لحزبه، يدعو الى انتخابات مبكرة. هذا يعني هذا مو عملية ديمقراطية، هذه صارت عملية شخصية تشخصنت لأحزاب معينة. تمام؟ فاحنا عندنا 4 سنوات. احنا ليش ما الانتخابات 4 سنوات 2021 4 سنوات 2021 نكملها ونشوف الحكومة هذه شنو اللي عملته خلال هاي ال4 سنوات، بعدين نقيم الأداء الحكومي خلال هاي ال4 سنوات ونشخصن الأشخاص اللي غير كفؤين. ذلك الوقت احنا اكو انتخابات هي دستورية قائمة كل 4 سنوات، ليش كل سنة ونص؟ نعم، لكن الانتخابات المبكرة كلما صادف إجراء انتخابات مبكرة هي كانت لحوادث معينة وليست هي لأمور جيدة، كما حدثت مع السيد عادل عبد المهدي والسيد نعم. مصطفى الكاظمي، كان هناك طارئ يستدعي هذا تمام الأمر. اوكي. في حكومه عادل عبد المهدي احنا ما مختلفين بالانتخابات المبكره، في حكومه السيد الكاظمي ايضا ما اختلفنا، لكن في حكومه السوداني الان حكومه السوداني رغم انه بطء بعض المشاريع واستعجال في مشاريع اخرى، الوضع في العراق حاليا افضل من الحكومتين السابقتين. احنا دا نحس انه اكو نمو في الحكومه، اكو نمو في البلد، دا يتغير، اكو مشاريع دا تمشي الى الاحسن. فاحنا ليش ما نخلي هذه الحكومه حتى لو كانت ستيب باي ستيب نساندها لحد ما يخلص الوقت الدستوري مالها، ذلك الوقت نقيم اداء الحكومه هذه كان بنسبة 50% ناجح، 60%، 40%، 70%، وأيضا نحدد المسؤولين اللي كانوا في هذه الحكومة عاملين، كل مسؤول ايش قد أنجز من عمله. أنا هسه إذا سووا انتخابات مبكرة وهم نفسهم المسؤولين اللي موجودين حاليا راح يدخلون انتخابات وهم راح يرجعوا لك نفس الشيء، شنو اللي راح يتغير؟ فقط يعني احنا من دا نحكي انه نطل الحكومة فرصة، حكومة دا تشتغل صح، ما عندنا مشاكل حاليا، ما عندنا مشاكل يجوز بسيطة جدا دا تنحل. والحكومة اعتقد هاي الحكومة مدعومة من كل الكتل السياسية ومن كل أطياف الشعب العراقي، فحكومة دا تعمل حتى لو كان العمل بطيء. احنا بعد يعني ايش قد صار للحكومة؟ 1.5 سنة، نعم، 2 سنين، خليها تكمل الوقت الدستوري ماله ل4 سنوات. نعم. سيد رياض، هل من الممكن بأن الانتخابات المبكرة سوف تجني ثمارها عندما نشهد انتخابات مبكرة يكون هناك طارئ معين كما حدث في السابق، ولكن نشهد استقرار في جميع الأوضاع، فبالتالي ما الداعي إلى هذه الانتخابات المبكرة؟ أيضا فيما يخص عمر المفوضية ومفوضية الانتخابات، تقريبا انتهى عمر المفوضية وقامت بالتمديد لغاية مجلس المحافظات، ومن ثم تمديد آخر لانتخابات إقليم كردستان، وهناك رؤى لتعديل قانون الانتخابات فيما يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأيضا تكاليف كبيرة وأموال طائلة، والنتيجة قد تكون نفس النتيجة. لا، ممكن تكون أسوأ، وممكن تكون أسوأ كما يقول السيد إبراهيم. هي نقول عليها انتخابات يعني مبكرة، ولكن هي ليست يعني مثل ما نتصور مبكرة. أنا فقط مداخلة على نعم، ذكر ضيفك أستاذ إبراهيم، يعني هي أجريت الانتخابات في 2021، يعني إذا تتذكر شهر العاشر، نعم، 2021، والآن نحن في 24. وإذا كانت هنالك موافقة، أنا دا أذكر يعني شيء جدلي، يعني ربما أغلبية القوى لا توافق على موضوع الانتخابات المبكرة. إذا وافقت الكتل السياسية على إجراء انتخابات مبكرة سوف تجرى
يعني في تقديري وبتقدير كثير من المراقبين للشأن السياسي في شهر الثالث، يعني بمعنى 3 سنوات ونصف. يعني هذا لا يعتبر انتخابات مبكرة، يعني ربما 3 سنوات ونصف لا تعتبر انتخابات مبكرة، يعني مثل ما تتصورها. يعني هو يقول سنة ونصف. طيب ما الضير اذا بقت هل 6 اشهر استاذ رياض وخلي تكمل الحكومه عمرها؟ نعم، هي غالبية القوى السياسية، أنا ذكرت أن غالبية القوى السياسية هي مع تأخير الانتخابات. يعني أغلبية قوى الإطار التنسيقي ربما لا توافق أو لا، يعني ربما لا توافق مع رؤية السيد المالكي أو رؤية دولة القانون بموضوع الانتخابات المبكرة. واعتقد كثير منهم صرح بأنهم مثلا تيار الحكمة، النصر وغيرها من الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي هم مع استمرار حكومة السيد السوداني بمهامها إلى ربما نهاية 2025. بمعنى آخر، يعني هنالك رأي من قوى الإطار وحتى خارج الإطار التنسيقي للعلم، يعني هنالك قوى حتى من القوى الكردية وحتى القوى السنية مع تأخير الانتخابات. أنا قلت أنه هنالك دواعي ذكرها السيد السوداني، وهنالك أيضا كتل حتى خارج الإطار التنسيقي تدعو إلى انتخابات مبكرة. ربما لم يكون هنالك تصريح بشكل علني، ولكن هنالك ربما رأي من حتى التيار الصدري أو التيار الوطني الشيعي على إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارهم استقالوا في يعني من مجلس النواب، يعني نوابهم اللي 73 استقالوا، وبالتالي هم يعني ربما مع دعوة انتخابات أو دعوة السيد المالكي، رغم أنه نقول صراحة لا يوجد توافق، يعني لا يوجد توافق مع رؤية يعني بينهم بين المالكي، ولكن هم يؤيدون ما طرحه المالكي. مع ذلك يعني نقول صراحة أن أغلبية القوى هي مع تأخير الانتخابات وحتى تكمل هذه الحكومة دورتها. بالتالي أعتقد ربما قد تدفع، يعني الرأي الراجح هو تأخير الانتخابات إلى نهاية 2025، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه الحكومة أكملت دورتها اللي هي 4 سنوات، باعتبار أنه 2025 يعني من انتخابات 21 إلى نهاية 25 هي 4 سنوات كاملة وربما أزيد. وبالتالي هذه الفترة يمكن أن تجرى بعض التعديلات على قانون الانتخابات، ربما يتم تغيير بعض شخوص المفوضية. هذا ما يرتئيه يعني مجلس النواب بمشاوراتهم، بالتالي ما يقررونه هو سوف يكون ملزم لجميع الأطراف أو لجميع القوى السياسية، وبالتالي تمضي العملية السياسية. إذن الرأي الراجح سوف أعود معك سيد رياض حول مسألة يعني لماذا المالكي وحده في هذه النقطة، وأيضا نحاول أن نربط هذا الموضوع بموضوع كركوك حول مجالس المحافظات وأيضا العلة في مجلس محافظة كركوك. لكن خليني أعود مع سيد إبراهيم البزوني. سيد إبراهيم، إذا كان هناك خلل في العملية السياسية، لماذا لا نذهب إلى انتخابات مبكرة لتصحيح المسار؟ وهل الأخطاء السابقة من الخلل في العملية السياسية صححناها احنا بانتخابات مبكرة؟ ما تصححت، والدليل حكومة عادل عبد المهدي أتينا بحكومة الكاظمي، شلون نقول بالمثل العامي، زدنا الطين بلة يعني، فما تصحح شيء. يعني احنا هاي الانتخابات جابت لنا السوداني بعد ما يعني ولاده عسيره خلينا نقول طويله، يلا قدرنا نتوافق على رئيس وزراء، تمام. هسه السوداني ماشي عدل، هسه ليش ما يخلونه يشتغل؟ هسه الكثير هم من الاحزاب اللي موجوده بالحكومه العراقيه تحاول تعرقل عمل السوداني. للعلم يعني انا دوله رئيس الوزراء انا ما ملتقي به ولا عندي اي تواصل معاه، لكن احنا بدنا نشوف العمل على ارض الواقع، كناشطين سياسيين، كناشطين في المجتمع المدني، بدنا نشوف اكو نوع من شلون نقول التصالح داخل الشعب. اولا بدنا نشوف احنا اكو تصالح بين الشعب، يعني ايش؟ يعني ممكن ان الحكومه بيها تصالح حتى لو كان قليل، فاخلي هذا القليل عسى ولعل انه يتكاثر. يعني احنا فيما يخص مجلس محافظة كركوك، ونبدأ بانتخابات مبكرة يكون لها حتى انعكاس على مجلس محافظة كركوك ومجلس محافظة ديالى الذي لم يشكل لحد الآن. السبب منه؟ هسه انا ليش قلت انه احنا ضد الانتخابات المبكرة؟ السبب مالته انه هذه التوافقات السياسية ما تحصل. يعني هسه الامر لو يتركونه في كركوك ينحل. امر كركوك لو يخلونه بيد اهل كركوك حصرا ينحل.
يا اخي هسه اعضاء مجلس محافظه كركوك الكردي والعربي والتركماني يوميا يتعشون ببيت واحد، يعني اذا ماكو مشكله. الشعب قبل الانتخابات شحنوه، كل الاطراف شحنت خلينا نقول الطرف اللي عنده جمهورها ضد الطرف الاخر، لكن ما بعد الانتخابات نفسهم السياسيين اللي كانوا يشحنون الجمهور قاعدين سوا، ياكلون سوا، يضحكون سوا، بالعيد سوا، برمضان سوا، تمام؟ فاذا ماكو اي مشكله، ممكن انه لو يعوفوها لهؤلاء الاطراف اللي هم كم عندنا، كم عضو مجلس محافظه 13 او 14 منتخب، ممكن انه تحل ويشكل مجلس محافظه ويشكل محافظ. لكن اني هسه هم شوف هسه بالاراء الجديده انه كان اكو اتفاق سياسي مسبق غير الاتفاق السياسي الحالي في تشكيل حكومه كركوك، على انه تدوير ما بين كان يفترض انه بين عرب واكراد، تمام؟ تدوير نعم. منصب المحافظ حاليا اتجه الى غير جهه، صار اعتقد اكو مقترح حاليا يسود بالشارع انه سنه تركمان سنه كرد وسنتين عرب. هذا ايضا مقترح اخر نعم. لكن الى جهه اخرى. وهناك كثير من المقترحات سيد ابراهيم فيما يخص اعضاء مجلس محافظه، هم 16 عضو، 15 زائد كوتا 15 زائد كوتا نعم. خليني ارجع مع سيد رياض. سيد رياض، هل هناك خشيه من السيد المالكي كون هناك مقبوليه كبيره للسيد السوداني في الشارع العراقي، بالتالي يعني سحب البساط من السيد المالكي، كون السيد السوداني هناك تصالح من قبل الشعب فيما بينهم فيما يخص، أو هناك توافق واتفاق لحكومة السوداني؟ هذا أولا مدى انعكاس مجلس محافظة كركوك، خاصة بأن حكومة السيد السوداني وهناك اجتماعات ولجنة خاصة بمجلس محافظة كركوك من قبل السيد السوداني، بالتالي قد يكون السيد السوداني له حل أو كلمة في انتخابات مجلس محافظة كركوك. يعني أعتقد دعوة السيد المالكي لانتخابات مبكرة قد تندرج ربما بالنتائج الغير يعني ربما صحيحة في أوزان الكتل النيابية في انتخابات 21، باعتبار هنالك لغط مثل ما ذكرنا على هذه النتائج، وبالتالي قد تكون أوزان هذه الكتل ربما لا تحمل أوزانها الحقيقية. يعني لنجري عملية حسابية بسيطة، يعني ربما في الدورات السابقة كان الاتحاد الوطني الكردستاني تقريبا مقاعده مقاربه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن في هذه الانتخابات 2021 كان هنالك الفارق تقريبا الى الضعف، يعني حصه الحزب الديمقراطي، وهي ربما كان فيها نوع من عدم المقبوليه، وهذه النتائج ربما اخلت في الوزن الحقيقي للاتحاد الوطني. اعتقد اذا اجريت انتخابات في مبكره ربما قد تعيد التوازن الحقيقي، وبالتالي تصبح ربما هنالك يعني توازن، يعني ربما تقترب مقاعد الحزب الديمقراطي من مقاعد الاتحاد الوطني، وهذا اعتقد يحل جزء كبير من الاشكال. الان حتى في موضوع كركوك هنالك ايضا عدم توافق بالرؤى بين الاتحاد الوطني الكردستاني من جهه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهه اخرى. يعني هنالك ربما يعني قرب وصول الى حل بين الاتحاد الوطني وبقيه المكونات سواء التركمان او العرب في كركوك، ولكن نلاحظ هنالك تشبث في موقف الحزب الديمقراطي، وهذا ربما قد يكون يعرقل نوعا ما التوصل الى اتفاق في موضوع كركوك. نعم كانت هنالك يعني مباحثات من طرف السيد السوداني في حل موضوع كركوك، وبالتالي حتى يستطيعون حل هذه المشكله في اختيار المحافظ وبقيه المناصب المهمه داخل كركوك. لكن قد يكون ما طرحه السيد المالكي هو قد يكون حلا ان اجراء انتخابات قد يحل ايضا مشكله ما تجرى في كركوك وبقيه المحافظات، اقصد المحافظه الاخرى دياله، وايضا هنالك انقسام داخل المكونات السنيه في موضوع اختيار رئيس مجلس في هذه الحيثيه كيف سيحل موضوع الانتخابات المبكره وطرح السيد المالكي لموضوع كركوك ودياله سيد رياض؟ يعني أقصد قد تكون هنالك تغير في مقاعد الكتل السياسية، وهذا التغير قد يحل جزء من الأزمة. أنا لا أقول كل الأزمة، سوف يحل جزء من الأزمة. أنا أقول هذا قد يكون طرح يعني في الرؤية، يعني حتى بموضوع حل مسألة رئيس مجلس النواب. يعني الآن هنالك انقسام بين الكتل السنية في موضوع اختيار رئيس مجلس النواب، باعتبار أنه كتلة التقدم تقول أن هذا المنصب من حصتها، باعتبار أنه عدد مقاعدها وعدد مقاعدها النيابية أكثر
من بقيه الكتل، وهذا الذي ربما يحتم اختياره. واعتقد هذه الرؤيه لا تتوافق مع بقيه الكتل السنيه الاخرى. اذا اجراء انتخابات قد يكون حلا نوعا ما ناجعا لحل هذه المساله، اي حتى بموضوع كركوك. يعني نعم. اذا لو كانت هنالك نسبه متقاربه انا ذكرت بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الحزب الديمقراطي يمكن ان تحل. الان لا يوجد خلافات كبيره نستطيع ان نقول مثل ما ذكر ضيفك بموضوع الاتحاد الوطني وبقيه المكونات. الاتحاد الوطني يريد حل هذه المساله، وبالتالي التوصل الى اتفاق حتى تمضي الاستحقاقات التي يحتاجها الشعب في او الشعب في كركوك، حتى من خلالها يمكن اكمال الانجازات نعم. والمشاريع الاخرى. نعم. ولكن نلاحظ الان نعم. هذه سوف اعود اليك سيد رياض، لكن خلي اخذ تعقيب من سيد ابراهيم البزوني او جواب. ما الفائده من حكومه لحكومه السوداني؟ تساؤل، ونحن في بلد برلماني، نظام الحكم برلماني، ورئيس أعلى مؤسسة وهي البرلمان لا وجود له منذ تقريبا 8 أشهر. بالتالي ما الفائدة من هذه الحكومة والجانب التشريعي معطل والجانب البرلماني معطل؟ فلنذهب إلى انتخابات مبكرة. زين، احنا ذهبنا لانتخابات مبكرة. نعم. راح تحل هسه هذا اللي دا يدعون لانتخابات مبكرة لأنهم ما ماخذين استحقاقاتهم السياسية. ممكن بالانتخابات الأخرى هاي اللي قادمة ايضا ما راح ياخذون استحقاقاتهم، ما راح يصير عندهم مكاسب اخرى، راح ايضا يدعون الى انتخابات مبكره، وهذا البلد يبقى يجر انتخابات مبكره بانتخابات مبكره وتعطيل لمصالح الشعب وهدر باموال العام ايضا وغيره. حاليا يوجد تعطيل سيد ابراهيم، لا يوجد منصب رئاسه البرلمان، وهذه نقطه مهمه. هي هذا السبب. هسه هو السيد ذكر انه والله اكو قسم منهم عندهم مقاعد قليله، لهذا السبب واكو غيرها الكفه اعلى من عندهم، لهذا السبب ما دا تمشي بعض التصويتات داخل البرلمان او بعض القوانين، تمام، اللي يريد يمرروها. زين، احنا رحنا انتخابات مبكره ونفس هذه الكتل اخذت اللي تريده هي، وبقت ذيك الكتل على ما هي عليه. ما سوينا شيء. انا بدال ما ادعو الى انتخابات مبكره، انت تريد مصلحه البلد لو مصلحتك السياسيه. احنا هاي النقطه المهمه اللي لازم احنا نفكر بها. انا هسه كشاب كركوكي، انا اريد مدينتي تتطور لو اريد مصالحي الخاصه تمشي. انا من تطورت مدينتي مصالحي الخاصه اوتوماتيكيا ماشي. انا من بلدي ينمو ويصير بي تطور، اكيد مصالحي ما راح تتعطل. لكن هم على صعيد السياسي عندهم المشكله، عندهم بالمكاسب السياسيه، وهذا اللي دا يؤدي انه من شاف نفسه ما حصل شيء يروح يدعو الى انتخابات مبكره. يا اخي ادعم حكومه السوداني وخليها تمشي المشاريع حتى لو كانت بسيطه، انت ادعمها تقوى هاي المشاريع واروح بها الى حلول. اجي اقعد ويا مجلس كركوك واقعد ويا غيره وادعم السوداني لحل كل هاي المشاكل، بدل من ان ادعو لانتخابات مبكره وهم تجي الانتخابات وانت ما محصل بها شيء وهم ترجع تدعو لانتخابات مبكره. ما سوينا شيء. احنا هنا عطلنا البلد وعطلنا المصالح مال الناس وخلينا الناس مشنجه وخليناهم يسخطون يوم على يوم على الحكومه وعلى السياسه. انا اقول لك هسه اذا تدعو انتخابات مبكره نص الشعب ما راح يروح. يقول لك انا كل سنتين انت تدعو انتخابات مبكره على مود مصلحتك الشخصيه. نعم، خلينا اخذ 30 ثانيه من سيد رياض قبل الختام. هل انت متفائل بانتخابات مبكره؟ هل ممكن اجراءها؟ وايضا اعطيني بسرعه تقييمكم لاداء حكومه السوداني لغايه الان. نعم، اداء حكومه السودان جيد، وهنالك انجازات وهنالك رضا شعبي وهنالك رضا حتى من قوى سياسيه مهمه فاعله في العمليه السياسيه. انا اقول سوف لن تجرى، يعني وفق المعطيات المتوفره سوف لن تجرى انتخابات مبكره، واعتقد سوف تكمل هذه حكومه السيد السوداني مهامها الى اخر يعني نهايه 2025، يعني سوف تجرى في 2025 نهايتها. هذا ما ربما توافقت عليه غالبيه قوى الاطار التنسيقي وحتى تحالف اداره الدوله. يعني هنالك هذا الراي ربما هو السائد عند اغلبيه القوى السياسيه الفاعله في البرلمان ان تكمل هذه الحكومه، وبالتالي هنالك رضا شعبي على اداء هذه الحكومه في اكمال مدتها المقرره. لذلك اعتقد انها سوف تسير وتكمل، وبالتالي
تحقق الإنجازات. وأعتقد حتى الانتخابات التي سوف تجرى أيضا في نزاهة وشفافية عالية، باعتبار مثل ما جرت انتخابات مجالس المحافظات كانت هنالك نجاح يحسب لحكومة السيد السوداني، وأعتقد سوف يستمر هذا النجاح بإجراء الانتخابات، لا نقول مبكرة، ربما تكمل دورتها الكاملة، لأن هنالك توافق على أغلبية السياسية لإجراء تلك الانتخابات. نعم سيد رياض. سيد إبراهيم، في رأيك هل من الممكن إجراء انتخابات مبكرة في ضوء الظروف السياسية الحالية، وأيضا لا توجد مفوضية للانتخابات؟ شوف، احنا في هذه الظروف حاليا كشعب يعني رافض الانتخابات المبكرة. يعني اغلب الشارع هسه يقول لك ما اريد انتخابات حاليا، لان هم ايش سووا بالانتخابات السابقة هسه. بالنسبة للظروف اللي حاليا ظروف غير ملائمة انه تقيم انتخابات مبكرة. يا اخي خلي المشاريع تمشي، خلي الشغل ماشي. احنا هسه عندنا مشكلتين، يعني مجلس محافظة ديالى ومجلس محافظة كركوك لحد هسه ما تشكلت، وهي هاي البارحة انتخاباتهم كانت. تمام، فاحنا خلينا نلقى حلول لهاي المجلسين، نلقى حلول لرئاسة البرلمان، وبعدها عود اللي يريد مكاسب سياسية ودور انتخابات مبكرة ذاك الوقت خليه يطلع ويصرح. احنا ما لاقين حلول لهاي المشاكل، وتريد تجيب انتخابات مبكرة وتريد تعطل مصالح الشعب الشعب العراقي ترى بعد ما يتحمل. نعم. فخلوه ماشي هسه، لان الحكومة دا تمشي حتى لو ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، خلونا ندعمها لحد ما تنتهي دستورية هاي الحكومة. نعم. وبعدها الله كريم. السيد إبراهيم البزون الناشط السياسي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. أيضا السيد رياض الوحالي المحلل السياسي، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر تقنية السكايب مباشرة من العاصمة بغداد. أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. أيضا مشاهدينا الكرام، أشكركم جزيل الشكر. وتبقى موضوعة الانتخابات المبكرة بين مؤيد ورافض، وهل سوف تكون ثقافة الانتخابات المبكرة عند كل إخفاق في الحكومة هي السائدة، أم سوف تسير الحكومة إلى إكمال دورتها البرلمانية؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة. تحياتي وتحيات فريق العمل، نلتقيكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.